العربية لننقل لكم الوصف التفصيلي والتعليق الفني على أحداث اللقاء المرتقب بين نادي الزمالك والنادي الأهلي. اللقاء النهاردة في ختام الدور الثاني من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 99-2000. إذا كنا بنقول إن الناديين بيتساووا في رصيد 18 نقطة، فاللقاء النهاردة هو اللي هيحدد مين هو اللي هينفرد بصدارة الدوري الممتاز. بنقول ان زي ما احنا شايفين طبعا الجماهير الغفيرة اللي حضرت لقاء النهاردة، وشايف في الملعب دلوقتي هيمثل الفريقين صانع العاب طارق خيري من النادي الاهلي وبيقابله وائل بدر من نادي الزمالك، والاجنحه الطائره في الفريقين عمرو صابر وشادي العوامري من النادي الاهلي بيقابلهم الحسيني سمير وهيثم السعيد، ولاعبي الارتكاز شريف الصناديلي وطارق السعيد من نادي الزمالك اللي بيقابلهم قيدار هنداوي وطارق الغنام. بيحكم لقاء اليوم زي ما احنا شايفين اهو على الشاشه كابتن اشرف توفيق طبعا وكابتن احمد اسماعيل والمدير الفني للنادي الاهلي والمدرب، وتركيز تام في بدايه اللقاء. قيدار هنداوي وابتدى اللقاء دلوقتي من ثواني. عمرو صابر، طارق الغنام، وطارق بيطلع يحط فوق ويتعمل له بلوك حلو قوي من طارق السعيد، وبتطلع كرة اوت لصالح النادي الاهلي. عمرو صابر، طارق الغنام تاني، واللعب انسايد جيم للنادي الاهلي، لكن لوائل بدر اللي بينظم فرقته ودي لهيثم السعيد. هيثم السعيد وبيشاور برقم الخطة. شريف الصناديلي، الحسيني سمير لهيثم السعيد تحت الباسكت واخد مهام لعيب الارتكاز وبيلف ويرتكز فوق. يا سلام يا هيثم، اول رمية ثنائية من هيثم السعيد يتقدم بها نادي الزمالك 2-0. شادي العوامري اللي بيخش وما بتجيش، قيدار هنداوي يلم الكرة. عمرو صابر يشاور برقم الخطة ونظم فرقته تاني. قيدار، طارق خيري، طارق الغنام بيلف ويطلع. يا سلام يا طارق، اذا كان مره والثانيه واتعمل له بلوك، لكن المره الثالثه فدى الكلام ده وحط الكره سيمي هوك او نص خطافيه كده جوه الباسكت عشان يحرز بيها اول تعادل في لقاء النهارده. شريف الصناديلي والحسيني سمير وفريق الاهلي والزمالك الاثنين بيلعبوا مان تو مان بريس من نص الملعب او دفاع رجل لرجل من نص الملعب، وتمريره رائعه من الحسيني سمير لطارق السعيد اللي لم يتوانى. اهي بص الكره عامله ازاي، واخدها وحاططها وطالع من فوق وبيحطها على طول وبيترجمها ترجمه حقيقيه جوه الباسكت. عمرو صابر. هنشوف لقاء مثير النهارده اعزائي مشاهدي تلفزيون جمهوريه مصر العربيه، لن يتوقع نتيجته احد في هذه الصاله ولا تيم شباب. وعمرو صابر عمل لعبه جميله قوي قوي قوي، وبيحط الكره كده من تحت شريف الصناديلي عشان يتفادى البلوك. وائل بدر، الحسيني سمير، هيثم السعيد اللي خارج من سكرين، لكن هيثم بتقع منه وشادي العوامري ماسكه مان تو مان. شريف الصناديلي بقى هيلعب المره دي مع طارق الغنام وبيزقها منه كده، لكن لحسن حظه بتيجي في ايد طارق السعيد، واول فشل هجومي لنادي الزمالك ونجاح دفاعي ان بيجبر النادي الاهلي هجوم الزمالك على عدم التصويب على السله في خلال ال 30 ثانيه، يبقى على طول مخالفه ال 30 ثانيه، لان لازم الفريق على الاقل يصوب قبل ما ال 30 ثانيه تنتهي. تصويبه ثلاثيه من طارق ما جاتش. وائل بدر بيلم وطالع لشريف الصناديلي اللي بيشوط باثنين لكن قصيره شريف، وخطا شخصي على قيدار هنداوي. برافو الكابتن سلامه، شاف ان قيدار هنداوي زق وفعلا دفع هو بايده كده من تحت الباسكت،
فبتبقى رميه من الحد النهائي لصالح نادي الزمالك. يحكم لقاء اليوم الكابتن سلامة جيلاني والكابتن هشام نظمي. وائل بدر تحت الباسكت وتهويشه حلوه مخالفه على وائل بدر اهي. شوف الكرة، هو عمل فيك حلو قوي، لكن بدل ما ياخد دربلايه خد خطوه برجله من غير ما ياخد دربلايه او ينطط الكرة في الارض. يعني الدريبل اللي هو تنطيط الكرة في الارض. طارق خيري صانع العاب النادي الاهلي. انا شايف النهارده التكتيك بتاع الاهلي او فكر المدير الفني اشرف توفيق ان هو يلعب على طارق الغنام. يعني عايز ان هو يستغل طارق الغنام تحت الباسكت، اما ان الكرة تيجي باسكت او يخلي لعيبه الزمالك ترتكب اخطاء شخصيه. انا شايف لغايه دلوقتي 3 أو 4 هجمات من الناحيه دي لطارق الغنام. هنشوف هل هو ده الفكر اللي هيستمر فيه اشرف توفيق ولا ليه فكر تاني. عمرو صابر وعمل فيك حلو قوي تاني واتعمل له بلوك من طارق سعيد والحسيني سمير والهجوم الخاطف، لكن الكرة بتتزحلق من ايده لطارق السعيد اللي طالع لكن بتتخطف منه. هيثم ما جريلهاش وشادي العوامري اللي لطارق خيري تحت الباسكت ما بتجيش. برافو يا طارق، لم حلوه قوي وادى لهيثم السعيد اللي داخل 3 على 2. وائل بدر يا سلام يا هيثم، يا سلام يا هيثم، يا سلام يا طارق، ويا سلام يا طارق خيري اللي نقل الهجمه بسرعه، لكن قدار الهنداوي فشل ان هو يحطها. هيثم السعيد وتسقيطه ثانيه لشريف الصناديلي وبيشير لطاحن وشادي العوامري المره دي ويحط. برافو يا شادي، يا سلام. الباسكت المباراه مثيره للغايه حتى الان في اول 5 دقائق و6-6. الزمالك 6 الاهلي 6. لقاء بادئ حماسي ومثير، وهي دي متعه كره السله في اثارتها والباسكت هنا والباسكت هنا والسرعه. ومعروف طبعا ان كره السله من اسرع 5 لعبات في العالم. والحكم اهو الكابتن سلامة جيلاني بيقول لاشرف توفيق المدير الفني، او اشرف توفيق يعني بيضحك كده وتقبل التعليمات بابتسامه. يعني هو بيقول له اقف جوه الصندوق بتاعك ما تعديش، لان كل مدرب طبعا ليه خط ما بيعديهوش الا اذا كان يسال على حاجه للترابيزه ويرجع، رغم ان كل حاجه باينه على اللوحه. وائل بدر، هيثم السعيد يطلع لوائل بدر تاني اللي بيهوش انه هيشوت ويدخل. ومخالفه المشي بالكره لتاني مره. يبقى دي على طول يعني الاحصائيات بقى اللي بره والاستاتستكس كل الكلام ده يضاف في رصيد اللاعب من التيرن اوفر، لانه كده يعتبر ضيع هجمه على فريقه. ودي تاني مره. يعني هو لسه برضه يمكن وائل طبعا صاعد واعد وبيمؤشر مستقبل كويس، لكن طبعا بالاحتكاك والخبره هيوصل للمستوى اللي هو يشيل فرقه نادي الزمالك. هو طبعا بيؤدي عمرو صابر. هنا بقى اللعيب بدل ما يشوطها، بدل ما يشيلها من اعلى مستوى الحلقه بعد ما لمس الحلقه، شالها من تحت الباسكت وهي نازله. على طول الكابتن سلامه شاور بايديه وحسبها باسكت، لان مش من حقه انه يشيلها من تحت الحلقه، لكن من حقه يشيلها من اعلى من الاسطوانه الوهميه بعد ما تلمس الحلقه. خطا شخصي اخر على شادي العوامري، وهنشوف ده الخطا الشخصي رقم كام على شادي العوامري. 8 الاهلي 6 الزمالك، و14 دقيقة و40 ثانية متبقيين من زمن الشوط الأول. وفاول على المهاجم. صح يعني دي بنقول خطأ فعلا على الحسيني سمير، وده أعتقد إن هو الخطأ الشخصي الثاني على الحسيني سمير. طارق خيري، وفعلا الخطأ الشخصي الثاني على الحسيني سمير. طارق خيري شادي العوامري عايزين يلعبوا فعلا تحت الباسكت على البيفوتات اللي تحت، وطارق خيري وياسر مفتوح فعلا اللي نزل مكان قدار هنداوي وبيلم الكرة. ويا سلام يا والله قوي تحت الباسكت بعد ما عمل بلوك لياسر.
طارق الغنام لم الكوره وبدا يحطها في الباسكت، عمل له بلوك، راحت الكوره ثالث مره وقع في ايد ياسر وجاي يعمل له بلوك ثالث، فاحتسبها الحكم خطا شخصي على شريف الصناديلي. يستوجب رميتين حرتين لياسر ابو الفتوح، احرز منهم الرميه الحره الاولى واحرز منهم الرميه الحره الثانيه، ويزيد من تقدم النادي الاهلي الى 10 الاهلي 6 الزمالك. وطبعا برافو ياسر ابو الفتوح ان هو ما بيضيعش الرميات الحره، لكن مش برافو ياسر ابو الفتوح ان هو يرتكب خطا شخصي ضد طارق السعيد. تغيير اخر بيعمله الكابتن عادل عبد الفتاح دلوقتي بنزول احمد شوكت مكان شريف الصناديلي. يعني طبعا هنشوف مباراه تكتيكيه بين الكابتن عادل عبد الفتاح والكابتن اشرف توفيق. شفنا ان اشرف توفيق سحب في دار هنداوي ونزل ياسر ابو الفتوح، بدا الكابتن عادل ينزل احمد شوكت مكان شريف الصناديل. هيثم السعيد ورميتين حرتين نتيجه خطا شخصي من شادي العوامري، وده الخطا الشخصي الثالث على شادي. طبعا يعني في 6 دقائق 3 اخطاء شخصيه، اعتقد ان اشرف لازم يغيره. هيثم السعيد ضيع الرميه الحره الاولى وفرق شويه الى 10-7، وطارق الغنام لتاني مره من نفس المكان والزمان مختلف بيشوط تصويبه ثلاثيه ما بتجيش. وائل بدر، طارق السعيد بيشوط باثنين، يا سلام يا طارق، يا سلام يا طارق. طارق السعيد عمل تصويبه ثنائيه حلوه قوي قوي زي ما احنا شايفين اهو. في الاعاده وائل بدر وخطف والهجوم الخاطف، وهيثم السعيد يحرز التقدم مره اخرى الى نادي الزمالك، وتبيض مدرجات صالة عبد الرحمن فوزي بتقدم الزمالك 11 والاهلي 10. وعمرو صابر مره اخرى وخطا شخصي على طارق السعيد، خطا شخصي اخر على طارق السعيد. زي ما احنا شايفين النتيجه والزمالك 11 والاهلي 10، والمدرجات بقى والحماس الرهيب بين الجماهير. وعمرو صابر بيحرز الرميه الحره الاولى. برافو يا عمرو، تركيز طبعا في الرميات الحره. وبيحرز الرميه الحره الثانيه. برافو يا عمرو، يبقى موفق ياسر ابو الفتوح وعمرو صابر في الرميات الحره، احرزوا الرميتين كل واحد فيهم. هنا يخرج من الاثنين طارق السعيد، دفع بايديه ياسر ابو الفتوح، فبيحتسبها الحكم خطا شخصي يستوجب رميه من الحد الجانبي لصالح النادي الاهلي. 12 الاهلي 11 الزمالك، ونتوقع تبادل التقدم بين الفريقين حتى نهايه المباراه. طارق خيري، طارق الغنام، ياسر ابو الفتوح، طارق خيري تاني، وهي نفس اللعبه على الانسايد جيم لطارق الغنام. يا سلام يا طارق، وعمل خطافيه هوك بيعزز بيها مره اخرى. اهي بص اللفه وعمل هوك، وطبعا هنا لو كان شالها وهي رايحه للحلقه كان على طول الحكم برضه هيحسبها بس. هيثم السعيد، حسيني سمير، ومزنوع عليه دلوقتي او معمول عليه تراب او مصيده لكن بيتخلص منها. وائل بدر، و5 ثواني على 30 ثانيه، وطارق السعيد بيشوط ما بتجيش، وخطأ شخصي على ياسر ابو الفتوح. خطأ شخصي على ياسر ابو الفتوح يستوجب رميه من الحد الجانبي لصالح نادي الزمالك، رميه من الحد النهائي. وائل بدر الحسيني سمير اللي بيحاول يخش ويطلع لبره، لحسن حظه بتيجي لطارق السعيد تاني، بيشوف يلم مين، يلم طارق خيري،
يعدي نص ملعبه ويبدأ ينظم فرقته تاني. بيحاول يعدي من وائل بدر لكن وائل عامل دفاع كويس. شوف طارق الغنام تاني تحت اهو بياخد وبيطلع لشادي العوامري، بيشوط بثلاثة ما بتجيش، تترد على طول الهجمة. الفاست بريك والحسيني سمير، يا سلام يا حسيني ويا سلام يا طارق، دخلة حلوة قوي. لكن طارق خيري عشان يمنع الباسكت اضطر انه يرتكب معاه خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. وشايف دلوقتي تغيير دار هنداوي نازل تاني وياسر ابو الفتوح خارج، و14 الاهلي و11 الزمالك. لكن الاهلي 7 اخطاء شخصيه بالفاول ده، يبقى 7 اخطاء شخصيه، والزمالك 4 اخطاء شخصيه. يعني معنى كده ان اي فاول لصالح الزمالك في اي جزء من الملعب يستوجب رميتين حرتين. وطبعا لسه باقي 11 دقيقه ونص على ان هو يستثمر هذه الفرصه، ان الاهلي 7 فاول. حسيني سمير بيضيع الرميه الحره الاولى زي زميله هيثم السعيد، عكس عمرو صابر وياسر ابو الفتوح اللي احرزوا الرميتين متتاليتين، وبيحرز الرميه الثانيه زي زميله هيثم السعيد. طارق خيري، شادي العوامري او دار هنداوي، وسلام يا حسيني والله على الستيل اللي انت بتعمله ده. عمل ستيل او حاول انه يسرق الكرة ويخطف الكرة كويس قوي، وكانت هتترد على الاهلي فاست بريك او هجوم خاطف. وعمرو صابر اللي بيقف ويشوت، لكن تطلع تخبط في ايد فدار وبتطلع رمية من الحد النهائي بعد كرة كده متلخبطة ما بين فدار وعمرو صابر. وائل بدر اللي بيشاور لهيثم السعيد ان هو يلعب تحت، وده هيثم السعيد فعلا، لكن بيتعمل له بلوك. هيثم كان لازم يخلصها اكتر من كده، احسن من كده. شادي العوامري بتتقلب على طول لشادي العوامري اللي بيرد الكرة على طول باسكت، وبيبقى 16 الاهلي 12 الزمالك. وائل بدر بتسرع، كرة متسرعة شوية. وائل لازم يعني تهدي فرقتك شوية، لازم يهدي فرقته شوية. طبعا وائل كان يعني شاف ان شادي العوامري جاب باسكت على طول، فحب ان هو يخلص ويرد الباسكت. من الاحتجاجات من جماهير نادي الزمالك على اساس ان الكوره، يعني هم شايفين ان الكوره لمست رجل شادي العوامري او ايد شادي العوامري. يعني يمكن لو زميل ماهر تلمه يعد لنا الكوره الاوت دي تاني نعرف اوت على مين، لكن هي طبعا مش باينه من عندنا. الاوت اللي هو بتاع وائل بدر يعني. لكن انا بقول ان المباراة لسه يعني 16-12 للأهلي و10 دقايق ونص. اهي الكرة اهي، شادي العوامري حط الباسكت. اتقدم اتزحلقت من ايده لكن ما بانتش. لكن طبعا هي رمية يعني اوت ما تستدعيش اللي هو يعني ان الخروج على الروح الرياضيه او كده، لان المباراه ماشيه نظيفه جدا بين اللاعبين، ونتمنى ان هي تمشي نظيفه طبعا، لان هم دول يعني ضلعي المربع الذهبي في كره السله. والمنافسين الدائمين في كره السله هذا الموسم. ويعني بنقول ان فعلا المباراه ماشيه بنظام يعني، والامن والله عامل شغل كويس قوي. والكابتن عزمي مجاهد عضو مجلس الاداره اجتمعوا اللواء محمد الغندور والعميد سيد الجبر مساعد فرقه الوسط لعمل ترتيبات امنيه من اول امبارح، وهم في اجتماعات مستمره للخروج بهذه المباراه
اجتمع بكل القيادات الامنيه وعمر خالد شتايه، ويعني كل الكلام ده تم للخروج بالمباراه الى بر الامان. شادي العوامري، طارق خيري، اللي بيعدي عمرو صابر، واستؤنفت المباراة مرة أخرى. عمرو صابر، طارق خيري، شادي العوامري، فدار هنداوي اللي بيهوش ويطلع باصة حلوة قوي لعمرو صابر، بيشوط أي حاجة ما بتجيش، لكن يلم زميله طارق الغنام ويطلع يشوط ما بتجيش، يلم وائل بدر صانع الألعاب، أحمد شوكت، وائل بدر، هيثم السعيد، والاهلي لسه بيلعب دفاع رجل لرجل او المان تو مان. وائل بدر هيدي لشوكت تحت الباسكت، بيدي شوكت فعلا ويلعب انسايد جيم، وبيطلع يشوط شوكت ما بتجيش، ويلم هيثم السعيد لكن عايز يحطها من اول مره. ارتكب معاه طارق خيري خطا شخصي يستوجب رميتين حرتين لصالح هيثم السعيد. الاهلي 12 الزمالك، و9 دقائق و25 ثانيه متبقيين، وهيثم السعيد للمره الثانيه بيضيع الرميه الحره الاولى. طبعا هيثم لعيب دولي وبيضيع الرميه الحره الثانيه، يعني لسه يمكن ما ظبطش العمليه شويه او ما ركزش، لكن احنا عارفين طبعا ان هيثم نجم من نجوم نادي الزمالك واحد اوراقه الرابحه. فدار هنداوي، عمرو صابر اللي بيحجز له طارق الغنام، طارق خيري، فدار هنداوي اللي بيطلع ويشوط باثنين ما بتجيش، يلم الحسيني سمير لوائل بدر والهجوم الخاطف، وبياخدوا كده واحده. يا سلام يا وائل، عمل واحده سلميه حلوه قوي، عوض بيهم الاثنين مارشيه اللي عملهم. طارق خيري وماسك وائل بدر، شادي، واول رميه ثلاثيه في اللقاء النهارده من شادي العوامري، صاحب الثلاث اخطاء شخصيه زي ما احنا فاكرين، بيشوط اول رميه ثلاثيه ويعزز تقدم النادي الاهلي الى 19 الاهلي 14 الزمالك، و8 دقائق و5 ثواني متبقين من زمن الشوط الاول. وتمريره حلوه قوي، لكن طبعا شادي مدي ظهره للباسكت فما شافش الكوره، وخطأ شخصي بيحسبه الكابتن هشام نظمي على عمرو صابر. يستوجب طبعا رميتين حرتين زي ما احنا اتفقنا. الحسيني سمير والرميه الحره الاولى برضه بيضيعها، يعني في فقد للرميات الحره بنسبه كبيره شويه لغايه دلوقتي في نادي الزمالك، رغم ان المباراه تقام على ملعبه، لكنه احرز الرميه الحره الثانيه. اسلام علي اللي نزل دلوقتي مكان طارق خيري بيشاور اهو برقم الخطه طارق الغنام، واسلام علي بيعمل فيك حلو قوي وخطا شخصي بعد التصويب يستوجب رميتين حرتين، لان مفيش حاجه اسمها بقت دلوقتي اتعدلت في القانون، مفيش حاجه اسمها رميتين حرتين، ولو كانت رميه ثلاثيه يبقى يشوط 3 رميات حره. اسلام علي بيحرز الرميه الحره الاولى، برافو يا اسلام. وبيحرز الرميه الحره الثانيه، والله برافو يا اسلام، يعني روح كويسه قوي اسلام بيديها على فكره تجاه فريقه، لان بنقول له يعني طبعا الباقي في حياتك وفاه والدتك واخر الاحزان ان شاء الله، وروح كويسه ان هو يلعب المباراه دي والمباراه اللي قبلها يوم الخميس الخاصه بالنهائي بين الاهلي والجزيره. هيثم السعيد، احمد شوكت بيعمل دربلايه وبيهوش وبيطلع لكن ما بتجيش، يلم مين؟
يلم الحسيني سمير لوائل بدر. لوائل بدر اللي بيحاول يعدي وبيحجز له شوكت، لكن بيدي الحسيني سمير اللي بيحاول يخش ويدي وائل بدر لهيثم السعيد تحت الباسكت، بيلف ويعمل معاه شادي العوامري خطأ شخصي. اعتقد ده يبقى الخطأ الشخصي الرابع. لازم شادي العوامري يتغير، يعني 4 اخطاء شخصية. لازم شادي العوامري دلوقتي يغيره. عامل جيم كويس لغايه دلوقتي مع هيثم السعيد ومش مخليه يتحرك بحريه، وهيثم السعيد المره دي على عكس المتوقع الرميه الحره، وبيحرز الرميه الحره الثانيه. وبيطلع هيثم السعيد وبينزل باهي ممدوح وبيطلع شادي العوامري وبينزل شريف علي. 2 جداد خالص هيمسكوا بعض. اسلام علي و21 الاهلي 17 الزمالك. طارق الغنام والكلاكيت ثالث مره ما بتجيش من نفس المكان وبيشوط تصويبه ثلاثيه ولسه ما ظبطتش معاه، لكن هو طبعا مميز انه في التصويب من هنا. احمد شوكت، وائل بدر، اللي عمل دربلايه ووقف الحسيني سمير. وائل بدر اللي بيشوط ب3 قصيره ما بتجيش وبتترد. فاست بريك وهجوم خاطف لقدار هنداوي، وعلى طول قدار بيزيد من تركيزه ويحرز رميه ثنائيه وله رميه حره اضافيه. شفنا الكره اتردت ازاي؟ تصويبه ثلاثيه من وائل بدر ما جاتش، اتردت على طول لان وائل بدر طبعا هو صانع اللعب، فما فيش اتزان دفاعي، ما فيش ديفنسيف بالانس او اتزان دفاعي من فريق الزمالك. قدار هنداوي كان لوحده، اتردت له الكره على طول. طبعا جاي له الحسيني سمير متاخر او باهي ممدوح عفوا، يرتكب معاه خطا شخصا ويزيد من الفارق. و24 الاهلي و17 الزمالك. وعلى طول بيسارع الكابتن عادل عبد الفتاح بان يقول لاحمد فوزي يقوم يسخن، اعتقد عشان يجيب وائل بدر. شوكت، يا سلام يا شوكت، برافو يا شوكت والله. كرة يعني شبه ميتة ومزنوقة ومقفولة على الخط، لكن هو حركها وأحياها وحررها وحط الكرة جوه الباسكت. عمرو صابر، اسلام علي، قدار هنداوي، عمرو صابر، قدار هنداوي هيشوط هنا بقى يعني في نهاية زمن ال30 ثانية والساعة بتصفر. كان وائل بدر بيخطف الكرة فالساعة صفرت، لأن طبعا نهائي. يبقى كده زي ما الأهلي أجبر الزمالك على عدم التصويب في خلال زمن ال30 ثانية، الزمالك قدر ينجح انه يعمل دفاع محكم وقوي ويجبر الاهلي على عدم التصويب ايضا في خلال زمن ال30 ثانية. وقت مستقطع طلبه دلوقتي الكابتن عادل عبد الفتاح عشان ينظم شوية فرقته. و24 الاهلي 19 الزمالك. يعني في خلال ان النادي الاهلي حقق الدرع العام لبطولة منطقة القاهرة في جميع المراحل السنية والدرجة الأولى برصيد 71 نقطة. بيليه الجزيرة في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، وهليوبلس في المركز الرابع برصيد 30 نقطة. ومعنى ان هليوبلس يطلع المركز الرابع وهو مالوش فريق في الدوري الممتاز دي حكاية تانية نبقى نحكيها لكم بقى في الوقت المستقطع ازاي حصل على ال30 نقطة. لكن هو ده الترتيب بتاع الدرع العام، الترتيب النهائي لموسم 99-2000 السنة دي لبطولة منطقة القاهرة. طبعا ده بيبقى مجموع النقط او نقاط اللي حصلت عليها جميع الفرق في المراحل السنية سواء بنين او بنات او الدرجة الاولى ولاد وبنات.
5 دقائق و22 ثانية أعزائي مشاهدي تلفزيون جمهورية مصر العربية متبقيين من زمن الشوط الأول، و24 الأهلي 19 الزمالك. وباهي ممدوح وطارق السعيد اللي بيحاول يخش وهو داخل بيدوس على الخط، فبيحسبها على طول الحكم رمية من الحد النهائي لصالح النادي الأهلي. عمرو صابر ومخالفة المشي بالكرة، باينة قوي يا عمرو ان رجلك اتحركت قبل ما الكرة تنزل. احمد فوزي اللي ماسكه اسلام علي، حسيني سمير واللي ماسكه عمرو صابر، باهي ممدوح واول تصويبه ثلاثيه ما بتجيش. يلم مين؟ يلم شوكت من فوق، وخطأ شخصي على طارق الغنام. خطأ شخصي على طارق الغنام يستوجب رميتين حرتين لصالح شوكت، وتغيير دلوقتي بخروج طارق السعيد ونزول علي الجنايني. احمد شوكت وبينجح في احراز الرمية الحرة الاولى وتضييق الفارق الى 4 نقاط. 24 الاهلي 20 الزمالك، وبينجح في الرمية الحرة الثانية وبيخالف لاعبي الزمالك في احرازه النقطتين متتاليتين من الرميات الحرة. اسلام علي صانع العاب النادي الاهلي، شريف علي وده طبعا مش اخوه، طارق الغنام يلم حسيني سمير ويعدي، برافو يا حسيني، وبينقل الملعب على طول وبيطلع فوق يدي الباهي ممدوح اللي بيشوط ب3. يا باهي، يا سلام يا باهي. قبل ما نقول يا سلام يا باهي نقول يا سلام يا حسيني، انه عدى ولم كل الناس عليه وبيلعب بقى ويطبق نظريه اللعب الحديث بلاي انسايد اند بلاي اوتسايد، يعني اللعب للدخول ثم اللعب خارج الملعب. وبيشوف رميه ثلاثيه ما بتجيش في دار هنداوي، و24 وتزداد المباراه سخونه واثاره، وهي دي المتعه اللي احنا مستنيينها من القطبين الكبيرين في كره السله، الزمالك والاهلي. حسيني سمير، احمد فوزي، احمد فوزي بيدي شوكت وبيعمل هوك لبره لباهي ممدوح، والتاني مره مخالفه ال30 ثانيه، لتاني مره مخالفه ال30 ثانيه. على طول بيسارع اشرف توفيق بعد ما النتيجه كانت 24-19 والكابتن عادل عبد الفتاح طلب وقت مستقطع، نظم فيه فعلا من فرقته واحرز 5 نقط متتاليه، يعني 24 دفع الكلام ده كان يحرز او اي نقطه خلال الوقت من وقت المستقطع لغايه دلوقتي، انه يطلب وقت مستقطع عشان ينظم فرقته. هنشوف بقى نتيجه تنظيم الكابتن اشرف توفيق نتيجته ايه دلوقتي. طبعا زي ما احنا شايفين اهي الجماهير، جماهير الزمالك وجماهير الاهلي، وهنا الكابتن عادل عبد الفتاح، ولقطات جميله بقى من خلال المباراه، وده المارشيه اللي عمله وائل بدر والباسكت الحلو اللي احرزه وائل بدر وهيثم السعيد والتمريره، يعني لقطات جميله بيجيبها لنا كابتن ماهر لغايه لما الوقت المستقطع ينتهي. شريف علي، عمرو صابر، عمرو صابر لسه معاه الكوره وبيقول لشريف كده يعمل له كلير اوت او ينظف له المنطقه دي عشان يحاول يخش، لكن قلب الملعب لشريف علي وطارق الغنام. يا سلام يا طارق، يا سلام يا طارق على الخطافيه الجميله اللي عملها. احمد فوزي، هيدي الباهي ممدوح اللي عايز يشوط ب3 لكن بيهوش ويطلع لبره وتتخطف تروح لعمرو صابر.
تروح لعمرو صابر اللي بيوقف تاني ويهدي ويرجع لشريف، وتمرير عاليه قوي لكن برافو اسلام بيلحقها لشريف علي. انتظار هنداوي اللي بيرتكز ويطلع لبره لشريف. يا سلام يا شريف ويا سلام يا قدار، والله تمريره حلوه قوي. يبقى نجح الاهلي بعد الوقت المستقطع انه يتقدم لمره ثانيه 4 نقط ولم يحرز الزمالك خلالها اي نقطه برضه. يبقى زي ما الزمالك عمل مع الاهلي، الاهلي دلوقتي عمل مع الزمالك. برافو اشرف توفيق. باهي ممدوح بيطلع سلميه وخطا شخصي على شريف علي. تغيير دلوقتي بيعمله الكابتن اشرف توفيق والكابتن عادل عبد الفتاح بنزول خالد مصطفى مكان عمرو صابر ونزول هيثم السعيد مكان الحسيني سمير. باهي ممدوح بيحرز الرميه الحره الاولى. برافو يا باهي. وبدايه الفارق الى 3 نقط، 25 الزمالك 28 الاهلي، وله رميه حره بيحرزها. والله برافو يا اسلام، تمريره طويله حلوه قوي 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 من اسلام علي، وكان لازم وباهي ممدوح برضه وهو بيصوب ان يكون في اتزان دفاعي. وانا شايف فعلا الكابتن عادل عبد الفتاح بذكاء بيكلم احمد فوزي وبيقول له انك لازم ترجع لان هي دي مسؤوليته، لانه اخر واحد في الملعب. شوكت بيعمل سلميه من السلالم بتاعه الخاصه بلاعبي الاجنحه، وباهي بينزل تمريره وحشه قوي. خالد مصطفى بتتخطف، اللي بيدخل خالد مصطفى وخطأ شخصي على احمد فوزي يستوجب رميتين حرتين. خالد مصطفى والرميه الحره الاولى ودقيقه و23 ثانيه اعزائي المشاهدين متبقيين من زمن الشوط الاول، وخالد مصطفى بيضيع الرميه الحره الاولى على عكس المعتاد ايضا من لاعبي النادي الاهلي، لان انا شايفهم ان هم بيجيبوا الرميات الحره لغايه دلوقتي كويس. بيسقط بقى ولسه نازل واحرز الرميه الحره الثانيه. 31 الاهلي 26 الزمالك. واحمد فوزي، باهي ممدوح، علي الجنايني. احمد فوزي هيدي باهي ممدوح تاني اللي بيعمل له سكرين علي الجنايني تاني، وباقي 3 ثواني من زمن ال 30 ثانيه، وباهي ممدوح بيشوط ما بتجيش وبيطلعها هيثم السعيد وحشه قوي، لان طبعا اكرم له ان هو كان بدل ما يطلعها يسيبها اوت على فريقه، لانه ردها على فرقته هجوم خاطر. من سرعه اللعب طبعا ارتكب علي الجنايني خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين، ودفع الكلام ده اهو. شوف يعني اللعيبه بتكلم، يعني هيثم بتقول له كنت سيبها اوت احسن، معلش، لكن هيثم لسه يعني برضه ما اداناش الشغل بتاعه اللي متوقع منه. وبيغيب، عارفين احنا عن نادي الزمالك النهارده وهي طاوله التحكيم بيحكم لقاء اليوم الميقاتي الكابتن محمد ريان، ولل 30 ثانيه الكابتن محمد عبد المنعم، وللاجهزه الكابتن يحيى زكريا، وللتسجيل وائل ابو العزم، وبيراقب المباراه الكابتن محمد نظمي من رئيس لجنه المسابقات من الاتحاد المصري لكره السله. لكن بيغيب، بنقول بيغيب عن الاهلي والزمالك النهارده. اذا كان بيغيب عن الزمالك احمد عادل عبد الفتاح للايقاف، الا ان ظروف الزمالك مكتمله باستثناء احمد عادل، لكن بيغيب من الاهلي احمد زهران وهو ورقه رابحه مؤثره في صفوف فريق ولسه ما شفناهوش السنه دي، لكن يعني احنا بنقول ان هو كنا شايفينه بنتمنى له السلامه طبعا عشان يرجع لفرقته، لان كنا شايفين منه موسم جميل قوي الموسم الماضي، لكن لسه لغايه دلوقتي السنه دي ما اداناش حاجه لظروف اصابته. بنتمنى له السلامه لاحمد زهران. خالد بيحرز الرميه الحره الاولى وسخن بقى، المفروض انه خد سخونيه الملعب.
واحرز الرميه الحره الثانيه. برافو يا خالد. وبيعمل الاهلي دفاع ضاغط دلوقتي، زون بريس بطول الملعب. 2-2-1 هيثم السعيد، ورجع من الزون بريس الى مان تو مان، الى دفاع رجل لرجل. هيثم السعيد ومحاوله عنتريه فرديه بيكسب منها خطأ شخصي على اسلام علي، يستوجب رميتين حرتين لصالح هيثم السعيد. يعني يمكن اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي من هيثم، وهو احد الاوراق الرابحه لصفوف نادي الزمالك، رميات حره فقط، انما لم يعني يظهر بمستواه لغايه دلوقتي. ما ظهرش لسه هيثم مستواه، لكن مستواه في الرميات الحره كويس. هيثم السعيد احرز الرميه الحره الاولى وضيق الفارق ل6 نقط، وضيع الرميه الحره الثانيه، وبيلم طارق الغنام. اسلام علي والهجوم الخاطف وتمريره عكسيه لخالد مصطفى بثلاثه. يا سلام يا خالد، يا سلام يا خالد، وزي ما قلنا يا سلام يا باهي، يا سلام يا خالد. وسع بيها الفارق. احمد شوكت بيرد عليه بواحده بثلاثه، ما بتجيش. يلم مين؟ يلم شريف علي. وينتهي الشوط الاول اعزائي مشاهدي تلفزيون جمهوريه مصر العربيه بتقدم النادي الاهلي 36 والزمالك 27. ننتقل الى استديوهاتنا الى استراحه قصيره، ثم نعود بعدها لننقل لكم احداث الشوط الثاني. الزمالك لمحاوله تعويض الفارق، والاهلي لمحاوله الحفاظ على الفارق. هي دي المباراه، وهو ده الشوط الثاني اللي هنشوفه دلوقتي. هنشوف دلوقتي تشكيل الفريقين اللي هينزلوا ارض الملعب. مين؟ انا شايف الزمالك طارق السعيد وشريف الصناديلي نازلين لاعبي ارتكاز، وهيثم السعيد والحسيني سمير أجنحة، ووائل بدر صانع ألعاب. يبقى هو ده تشكيل الشوط الأول. النادي الأهلي على عكس تشكيل الشوط الأول نازل بإسلام علي صانع ألعاب، وعمرو صابر وخالد مصطفى أجنحة، وطارق الغنام وقدار هنداوي لاعبي ارتكاز. اللقاء او رمية القفز، وهو طبعا القانون بيقول ان لازم حكم اول اللقاء هو اللي يجريها. اسلام علي، عمرو صابر، اسلام علي تاني. وشايف الزمالك بادئ برضه بطريقة لعب مان تو مان. قدار هنداوي، خالد مصطفى، عمرو صابر، و5 ثواني على 30 ثانية، وإسلام بيشوط بثلاثة. مش ممكن يا إسلام، هايل والله يا ابني، هايل والله يا ابني. إسلام علي نجم النادي الأهلي في آخر ثانية من زمن ال30 ثانية بيشوط تصويبة الثلاثية. لو في خط ب4 نقول عليها رباعية، لأن بعد خط ال3 بمترين كمان. شوف هيثم السعيد أهو، أول دخلة ليه حلوة، والكرة يعني شالها منه اسلام ببراعه. لكن برافو يا اسلام، وزودت الفارق الى 39 الاهلي 27 الزمالك. والحسيني سمير وداخل دخله. برافو يا حسيني، برافو يا حسيني، برافو يا حسيني. على القرش بتاعه حلو قوي عشان يتفادى البلوك اللي ممكن يتعمل له من لاعبي الارتكاز. تحت الباسكت ويطلع لبره لاسلام، واسلام داخل وبيطلع لبره، وعمرو صابر اللي بيشوط بثلاثه. معقوله دي؟ عمرو صابر بثلاثه كمان. عمرو صابر وهو بيهتف لجماهيره ويصحى، واصحى يا جماهير الاهلي. عمرو صابر بيقول لك اصحى يا جماهير الاهلي، احنا النهارده ماشيين كويس وفي فورمه كويسه. وائل بدر، شريف الصناديلي، وعمرو صابر قطع الكوره وادى اسلام علي، وهجوم خاطف، وخالد مصطفى، وفيك حلوة قوي، وتمريرة احلى لقدار هنداوي،
وخطأ شخصي على شريف الصناديق. يعني شايف في بداية الدقائق الأولى تفوق ملحوظ من لاعبي النادي الأهلي وارتباك شوية كده من لعيبة نادي الزمالك، وأدى الكلام ده إن هو الفارق يوسع إلى 42 الأهلي 29 الزمالك. إسلام علي، طارق الغنام واخد شريف الصناديلي بقى تحت وبيطلع لقدار هنداوي لخالد مصطفى. تمريره حلوه قوي، يا برافو يا ابني، هوش الناس كلها وطلع الناس فوق ومرر الراجل اللي تحت الباسكت لعمرو صابر اللي على طول بيترجمها ترجمه حقيقيه ويحط الكوره جوه الباسكت. هيثم السعيد، وخطأ شخصي والحماس الزائد على إسلام علي. خطأ شخصي على إسلام علي يستوجب رمية من الحد الجانبي. حسيني سمير، وائل بدر، طارق السعيد تحت الباسكت، خطافية ما بتجيش، لكن والله مجهود كويس يا طارق، يعني عمل خطافية حلوة قوي. إسلام علي اللي بيعدي من وائل بدر، لكن وائل بيحصله على طول. وتمريرة لعمرو صابر لخالد مصطفى بره، يا سلام يا خالد، بيشوط باثنين. وتمريرة حلوة قوي من عمرو صابر لخالد. وهيثم السعيد بقى بثلاثة ما بتجيش، ورمية من الحد الجانبي لصالح النادي الأهلي. وبرافو الكابتن عادل عبد الفتاح في توقيت كويس. 46 الأهلي 29 الزمالك، 17 نقطة فرق في أول 4 دقايق. يا ترى يا هل ترى هتعمل ايه يا الزمالك دلوقتي في الوقت المتبقي والوقت العصيب اللي بتمر بيه؟ ويا ترى ايضا النادي الاهلي هيعمل ايه؟ هل هيحافظ على الفرق ده ولا لا؟ على فكرة ان النادي الاهلي برضو بنقول انه على فكرة بيستعد للبطولة العربية اللي هتقام من 28/3 في النادي في الامارات، في دولة الامارات. هو ونادي الاتحاد السكندري صرح اللواء حسنين عمران ان النادي الاهلي والنادي الاتحاد السكندري رشحهم الاتحاد المصري لكرة السلة لتمثيل دولة مصر في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكؤوس. طبعا احنا عارفين ان البطولة دي هتبقى يعني بنتمنى ان الاهلي والاتحاد ربنا يوفقهم. وايضا الجزيرة اشترك. طيب الجزيرة اشترك ليه؟ لان الجزيرة لائحة مسابقات الاتحاد العربي بتقول ان الاندية اللي حصل على البطولة العربية قبل كده يعني من حقها ان هي تطلب المشاركة ومن حقها ان هي تشارك. فالاتحاد العربي لاحتفاله باليوبيل الفضي مرور 25 عام على اول بطولة دي بيتيح الفرصة لنادي الجزيرة انه يشترك. لكن طبعا بنتمنى التوفيق للاهلي والاتحاد والجزيرة في بطولة السيدات. وهقول لكم بقى حتة كده لما الكرة تقف على بطولة السيدات. لكن طبعا الاهلي والاتحاد هيواجهوا منافسه حاميه جدا من الانديه الثانيه، لان طبعا الانديه الثانيه مشتركه باللعيبه المحترفين. واحنا عارفين طبعا هنا ان الاتحاد المصري عندنا مانع حته اللعيبه المحترفين. وهنا قدار هنداوي خطف الكره وخالد مصطفى لوحده تحت الباسكت. يا سلام يا قدار، يا سلام يا خالد. كنا بنقول حته اللعيبه المحترفين وان هنا طبعا ما بيشاركوش في الدوري المصري، فيبقى مش من حقهم ان هم يشاركوا في البطوله العربيه. وائل بدر، الحسيني سمير، و48 الاهلي 29 الزمالك. الكره تحت الباسكت اهي لشريف الصناديلي وهي بيحاول تتخطف منه، بيرتكب معاه خطأ شخصي يستوجب رمية من الحد الجانبي لصالح النادي الاهلي. طارق السعيد خرج واحمد شوكت نزل، واحنا عارفين ان اللقاء ده هيحدد من منهما من الناديين الكبيرين ينفرد لمدة 4 ايام لغاية يوم السبت الجاي بصدارة الدوري الممتاز. برافو يا شريف والله، ومحاولة انه يجيب الكرة للريباوند. اسلام علي، اسلام علي معدي سلمية. يا سلام يا اسلام، يا سلام يا اسلام يا علي. وائل بدر بيحاول ان هو
يعمل زي اسلام، لكن الكره بتتخطف منه، وتمريره حلوه قوي لعمرو صابر، والريباوند مره ثانيه، ولكن بيخطفها الحسيني. برافو يا حسيني، نجح انه يخطف الكره ويطلع سلميه. برافو يا حسيني، ويزيد من تركيزه ويحرز الرميه السلميه، وله رميه حره اضافيه اهو زي ما احنا شايفين الكابتن ماهر جايبها لنا. و50 الاهلي 33 الزمالك. يعني الباسكت ده بيعلي معنويات الحسيني شويه، وصح جماهير نادي الزمالك. وما زالت على فكره المباراه في الملعب، وهي دي بقى متعه كره السله. واحرز الحسيني الرميه الحره. برافو يا حسيني، ويضيق الفارق ويضيق عمق جراح نادي الزمالك الى 50 الاهلي 34 الزمالك. خالد مصطفى، وبرافو يا شريف، خطف الكوره. هيثم السعيد لوحده، هيثم حط الكوره سهله قوي جوه البط. وطب توفيق يعني شاف ان لسه الزمالك بيبدا يطلع شويه بكره الحسيني سمير وكره هيثم السعيد على طول عشان يحاول يوقف نزيف. الكلام ده طلب وقت مستقطع. كنت بقول لكم هقول لكم حته كويسه بالنسبه للاتحاد العربي. الاتحاد العربي عامل بطوله الانديه العربيه للسيدات، هيشترك فيها لاول مره اكثر من 12 فريق من السيدات. وللعلم لاول مره فريق سيدات من الامارات وفريق سيدات من الكويت هيشترك في البطوله العربيه، وهيخش في منافسات حاميه مع نادي الاهلي ونادي سبورتنج ونادي الصيد، الممثلين للانديه المصريه. عارفين ان ده يمكن رابع لقاء هذا الموسم بين الاهلي والزمالك. الزمالك فاز في لقاءين 60-51 و 74-61، والاهلي فاز في لقاء 69-68. الغريب ان الزمالك فاز المباراتين بتوعه في ملعب النادي الاهلي، وان الاهلي فاز المباراه بتاعته في ملعب نادي الزمالك. انا شايف الكابتن عادل عبد الفتاح دلوقتي غير التكتيك بتاعه الى دفاع منطقه، وخالد مصطفى تصويبه ثلاثيه من خالد مصطفى رجعت الفارق تاني الى 53 الاهلي 36 الزمالك. لكن وائل بدر بيرد على ثلاث نقط، فيها فرق تاني الى 14 نقطه فرق. خالد مصطفى، طارق الغنام، عمرو صابر، 6-3. واسلام علي وهو بيحاول يطلعها منه، تبقى رميه من الحد النهائي لصالح نادي الزمالك. والمباراه سخنت المباراه سخنت يا جماعه. تعالوا مع بعض نشوف الاثاره والمتعه في كره السله في الدوري المصري. شريف الصناديلي بيخش من طارق ويمرر تمريره حلوه قوي لهيثم، ما بتجيش، لكن برافو يا شوكت ويصلح غلطه. طارق خيري ينظم فرقته، طارق وبيرجع بكل عقل، خبره طبعا. طارق 2 كاس عالم، عفوا 1 كاس عالم في تورونتو 94. طارق خيري، وخطأ شخصي على الحسيني سمير. يستوجب رمية من الحد الجانبي من النادي الاهلي. اسلام علي، طارق خيري، خضار هنداوي. طارق خيري سهل قوي على طول، لان كل الدفاعات طبعا اتحركت على ان هو هيطلع الكوره لبره، فقرا الديفنس طارق خيري وعمل ريد ذا ديفنس زي ما بنقول كده في الباسكت، وطلع من الناحيه الفاضيه. لسه الاهلي بيلعب دفاع رجل لرجل او مان تو مان، والحسيني سمير بيعدي اهو، وشوكت. برافو يا شوكت، لان هنا في ميس ماتش، او نقول ان هو نتيجه السويتش. طارق الغنام فضل مع الحسيني اهو زي ما احنا شايفين، وشوكت هو اللي معاه الراجل الطويل، هو اللي معاه عمرو صابر الراجل القصير، فبنقول عليها ميس ماتش، او فقد اللعبه ان هو بقى في واحد طويل مع واحد قصير يقدر ينزل له الكوره بسهوله. اسلام علي، طارق خيري، خضار هنداوي،
عمرو صابر، طارق خيري اللي بيشوط باثنين ما بتجيش، يلم تاني الغنام واسلام علي. يا سلام يا اسلام يا سلام، برافو يا اسلام والله. يعني مباراه بيأديها لغايه دلوقتي اسلام علي بروح عاليه قوي، وتصويبه ثلاثيه كانت غير متوقعه لان طارق لسه لامم الكوره، فضل انه ما يلعبش على ال 30 ثانيه ثاني. والغنام هنا بيعمل بلوك لشوكت، لكن البلوك الثاني بقى كان ليه بيحتسبه الحكم خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. لكن والله اسلام عامل جيم جميل قوي لغايه دلوقتي، وعلى طول طارق الغنام اللعبه اللي فاتت دي راح مطلعها له، وراح على طول اسلام ما استناش انه يبدا هجمه، على طول واثق من نفسه بسم الله ما شاء الله، وشاط على طول بثلاثه يزود بيها الفرق الى 64 الاهلي 44 الزمالك، فرق 20 نقطه. واحمد شوكت في وقت حرج بيضيع رميه حره وبيحرز الرميه الحره الثانيه. عمرو صابر، اسلام علي، مواليد 10/2/78 اسلام، وبيلعب من عام 95 لغايه دلوقتي، ومن وهو صغير في الناشئين النادي الاهلي، ومثله الاعلى مدحت ورده، ياسر ابو الفتوح، طارق خيري بيحاول يخبطها لكن ما بتطلعش اوت في رجله. حسيني سمير داخل تحت كوره على الكابتن هشام نظمي حسب مخالفه المشي بالكره على الحسيني سمير. طارق خيري لقدار هنداوي بيشوط ويعلي، لكن بيلم احمد شوكت، وعمرو صابر وهو بيحاول يلم الكوره بيقول للحكم انا ما لمستوش، لكن هو طبعا انت ايدك يعني انت مش حاسس بنفسك مع سكونه اللعب يا عمرو، وده يبقى الخطا الشخصي الثالث على عمرو صابر. 7 دقايق و42 ثانية أعزائي المشاهدين متبقيين من زمن الشوط الثاني والمباراة، والنتيجة 64 الأهلي 45 الزمالك، ورميتين حرتين لصالح أحمد شوقي. للمرة الثانية وكلاكيت ثاني مرة بيضيع الرمية الحرة الأولى، وهو فريقه في أحوج لأي رمية حرة. وبيضيع الرمية الحرة الثانية اسلام علي طارق خيري. يعني في تكتيك دلوقتي او ذكاء شويه من اشرف توفيق انه يخلي طارق خيري واسلام في الملعب هما الاثنين صانع العاب، عشان يبقى الزمالك لعب فعلا مان تو مان، وتمريره حلوه قوي 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 يا طارق. يا سلام يا طارق. طارق خيري نجم النادي الاهلي عمل تمريره ارضيه جانبيه زي ما احنا شفناها اهو دلوقتي بكل ذكاء، وفي اسلام كان عمل فيك كده في وائل علشان يعدي من الناحيه الثانيه ويعمل باك دور او يعمل كات بيهايند او قطع من الخلف، عمل فيك عشان يخرج انه هيستلم بره، وحاول وبعدين لف واستلم من المنطقه الخلفيه وقطع من وراه وحط كره سهله قوي جوه الباسكت. برافو يا طارق، برافو يا اسلام. طارق خيري بكالوريوس زراعه ومواليد 13/12/69، ومثله الاعلى درازان بتروفيتش، وبيحب يلعب بقى جنب علاء زهران وفتحي عبد العزيز في المنتخب. طبعا علاء زهران يعني نجم النادي الاهلي طبعا، اكيد كلنا فاكرينه، واعتزل اللعب بعد ما اتجه للسلك النيابي. و66 الاهلي 45 الزمالك، 21 نقطة فرق، وباقي 7 دقايق و15 ثانية. وائل بدر هيش الباسكت، بيلف ويرتكز ويطلع. برافو يا شوكت، برافو يا شوكت. يبقى كده بيحاول يلعب الزمالك انسايد جيم او ورقابه لصيقه من اخر الملعب، او مان تو مان فول كورت، مان تو مان بطول الملعب.
وفي هنا طبعا اسلام علي وطارق خيري بيطلعوا الملعب، والاهلي بيعمل ويف، وعمرو صابر او موجات كده نظام موجي، لكن بتطلع اوت على باهي، و13 ثانيه باقيين من زمن الهجمه للنادي الاهلي. طارق خيري وعمرو صابر، وخطأ شخصي على الحسيني سمير يستوجب رمية من الحد الجانبي، لان الزمالك ما عملش غير 2 خطأ شخصي فقط في الشوط ده. اسلام علي وخبطت في رجل عمرو صابر، وبتبقى اوت او رمية من الحد الجانبي لصالح نادي الزمالك. الحسيني سمير هيرمي الاوت، اهي الكرة اللي خبطت في رجله فعلا اتحشرت كده بين رجله. وائل بدر، وائل بيهوش هوشه حلوه قوي، وكمل يا وائل. حسيني سمير بيطلع يشوط، يا سلام يا حسيني، برافو يا حسيني، لكن كان وائل المفروض برضو ابدا ان هو يكمل. طارق خيري عمرو صابر، وتمريره حلوه قوي لقدار هنداوي، وبيعمل خطافيه ما بتجيش، يلم مين؟ يلم ياسر ابو الفتوح. خطأ شخصي على قدار هنداوي، حسب الحكم خطأ شخصي على قدار هنداوي. 66 الاهلي، 49 الزمالك. والخطأ الشخصي طبعا يستوجب رميتين حرتين. طارق سعيد بيضيع الرمية الحرة الأولى، وبيحرز الرمية الحرة الثانية. برافو يا طارق، وهو شايف الزمالك ضاغط مان تو مان بطول الملعب، وحلو دار هندي على طارق السعيد، اهو شايف في التمريره. بص قدار هنداوي طالع يحط الكوره بايديه. و66 الاهلي، 50 الزمالك، وقدار هنداوي ورميتين حرتين. بيضيع الرميه الحره الاولى، وبيكلم نفسه كده وبيبرطم وبيقول ما فيهاش حاجه وبيشجع نفسه. وفعلا ما فيهاش حاجه، واحرز الرميه الحره الثانيه. وائل بدر اللي بيطلب سكرين من شوكت، وتمريره زي لطارق، حلوه يا طارق، متوسطه المدى، حلوه قوي من طارق السعيد، وده بيها الفريق تاني. 67 52 للاهلي. طارق خيري، عمرو صابر لاسلام علي، 3. يا اسلام، نجم لقاء اليوم اسلام علي، رغم الظروف اللي بيمر بيها لكن نجم لقاء اليوم. برافو يا اسلام والله. وائل بدر بيرد عليه تانية بواحدة في 3، ما بتجيش. يعني كان المفروض يتريث شويه وائل في الكره دي، العقل بقى والخبره هنا، ولسه برضه هيجوا. وانا شايف الدكتور مدحت خلاف كده لاصابه هيثم السعيد، بيقول للكابتن عادل انه مش هيقدر يكمل. وتمريره عكسيه حلوه قوي لعمرو صابر، تصويبه ثانيه ب3 ما بتجيش. الحسيني سمير والهجوم الخاطف، برافو يا حسيني، بيطلع لبره لباهي ممدوح ب3. يا سلام يا باهي، بيرد على اسلام، مش بيقول له مش انت لوحدك بس اللي بتعرف تشوت يا اسلام ب3، مش اكمن وائل بدر ما جابش، لا انا اقدر اجيب واشوت ب3 زيك، واحنا عندنا برضو لعيبه بتشوت ب3. دي الرساله اللي بيوجهها باهي ممدوح الى اسلام علي. طارق خيري، خطأ شخصي لصالح طارق خيري، والكابتن سلامة جيلاني احتسب الباسكت، وله رمية حرة إضافية. له رمية حرة إضافية.
نتيجة خطأ شخصي لصالح طارق خيري. الرابع في الدرع العام منطقة القاهرة برصيد 30 نقطة، لأن احنا عارفين ان المراكز اللي بيحقق الأول في منطقة القاهرة بياخد 10 نقط، والثاني بيحقق الثاني في أي بطولة بياخد 7 نقط، والثالث 5 نقط. نادي هليوبلس حقق المركز الأول في 3 مسابقات، 14 سنة بنات و16 سنة بنات طلع فيهم خد أول القاهرة، وأحرز أيضا في أولى رجال به المركز الاول. وصرح الكابتن سامي الشاروني بقى ان هو الفريق بينتظر المستقبل طيب للعوده الى دفء مباريات الدوري الممتاز، وبيقول ان انا عندي نجوم برضو بعد بيها ان هي تكمل بعد كده في الدوري الممتاز، والمنتخبات محمد شكري وعمرو شكري وعبيد والصرفي ومصطفى عبد واحمد ضياء، كل دول نجوم نادي هليوبلس اللي حققوا معاه المركز الاول. لكن برضو اهتمام مقررة اللعبة في نادي هليوبلس كابتن ايمان انديل، عارفينها طبعا، كابتن كرة السلة او نجمة كرة السلة في نادي هليوبلس، وكابتن خالد حنفي عضو اللجنة، برضو ليهم دور كبير قوي في الاهتمام بقطاع الناشئات، وهو ده اللي خلاهم يحرزوا بطولتين، وبيوعدوا ان هم خلال 3-4 سنوات هيستعيدوا عرش الكرة النسائية او كرة السلة النسائية مرة اخرى على المستوى المصري. شايفين طبعا اشرف توفيق واقف وادي الرمية الثلاثية بتاعت اسلام، ولقطات اعادة ومقتطفات من المباراة. في 5 متر من السادس للعاشر، بنجد ان المقاولين منفرد حتى الان بصدارة المجموعة اللي تحت، يعني لو استمر على كده يحتل المركز السادس، وبيتساوى بعد كده تقريبا بفرق نقطة معظم الأندية الثانية اللي هي سبورتنج والألمونيوم وطنطا والشرقية، فرق بينهم نقطة، والأربعة بيضربوا في بعض، يعني مش بيضربوا ضرب طبعا، كل واحد فيهم بيكسب الثاني، ولسه الصراع قائم بينهم لتحديد الفريقين اللي نازلين. يعني طبعا المباراة بتمر بروح رياضية عالية قوي لغاية دلوقتي والله، والكابتن عزمي مجاهد باذل مجهود يعني كويس مع زي ما قلنا اللواء محمد العزبي مدير الامن والعلاقات العامة خالد شتاية ومحمد سعد للخروج بالمباراة دي لبر الامان، واللواء ابراهيم زاهر ايضا من الامن المركزي، يعني الخروج بالمباراه دي لبر الامان. فيعني مش مستنيين ان هم، وكل واحد فعلا يعني انا شايف ان اللعيبه بتهدي جمهورها، كل لعيبه بتهدي جمهورها، والابتسامه تعلو طبعا وجه اسلام علي وطارق خيري، لان اسلام نجم اللقاء حتى الان بدون منازع. يعني هو برضه لعبه متوقفه، او الساعه يظهر فيها عطل كهربائي اهي فعلا، يعني زي ما احنا شايفين، فبيستنوا بس ان هو يكتبوا السكور تاني والفاولات علشان يستمر اللعب. وهنا طارق السعيد ووائل بدر، ولقطه جميله وهم قاعدين تحت الباسكت، وطبعا اللقطه بتعكس وجوههم عكس وجوه اسلام علي وطارق خيري. معلش، يوم ليك ويوم عليك، هي دي كره السله. إذا قلنا في فترة برضه التوقف دي نظام الدوري ايه اللي تم لغايه دلوقتي، عشان يبقى يعني مشاهدي التلفزيون يبقوا معانا بالظبط في نظام الدوري. اتلعب المرحله التمهيديه من دورين، دور رايح ودور جاي. الكلام ده على مستوى الفريق الاول وعلى مستوى الفريق تحت 16 سنه. بيجمعوا نقط الفرقتين ويجمعوهم على بعض، ويشوفوا اول 5 مين واخر 5 مين. اول 5 يطلعوا يلعبوا مع بعض، واخر 5 ينزلوا يلعبوا مع بعض. هم دول بقى اللي بيلعبوا، اول 5 هم اللي بيلعبوا قدامنا دول: الزمالك والاهلي والاتحاد السكندري والجزيره ونادي الشمس. ال5 اللي تحت اللي قلنا عليهم هم المقاولين والشرقيه للدخان وطنطا والالومنيوم وسبورتنج.
دول يلعبوا تحت علشان يحددوا فريقين نازلين، ودول يلعبوا فوق لتحديد المراكز من الاول للخامس بما فيهم طبعا بطل الدوري الممتاز. طيب يلعبوا ازاي؟ يلعبوا بنظام المرحله الثانيه اللي هي بتتم بقى دي دلوقتي، رايح جاي مرتين. يعني الزمالك يلعب الاهلي في نادي الزمالك، وبعدين يروح يلعبوا في نادي الاهلي، ويرجع يلعبوا في نادي الزمالك، وبعدين يلعبوا تاني في النادي الاهلي، ثم دورتين مجمعتين، وكل ده لتحديد بطل الدوري الممتاز. طيب هم دلوقتي بقى بيلعبوا فين من الكلام اللي احنا قلناه ده دلوقتي؟ هم بيلعبوا في المرحلة الثانية اللي هي بقى لتحديد بطل الدوري او المرحلة النهائية، واللي هي بتتلغي فيها نتائج الناشئين او مباريات الناشئين ومنافسات الناشئين، واللي دخل فيها النادي الاهلي اول بمجموع النقط بياخد 5 نقط، ثم الزمالك 4 نقط، ثم الاتحاد 3 نقط، ثم الجزيرة نقطتين، ثم الشمس نقطة. دخلوا بقى بيلعبوا دلوقتي رايح جاي رايح جاي. هم دلوقتي في رايح جاي الاولانية، يعني الزمالك لعب الاهلي في الدور الاول من المحسوب بقى او النقاط المحسوبة في النادي الاهلي، كسب 74-61. ده اللقاء الثاني بينهم في بداية المحسوب، بخلاف بقى خلاص اللي ما اتحسبش اللي هو المرحلة التمهيدية. كده اعتقد يبقى احنا وصلنا اننا واقفين على رجلنا بالظبط وفاهمين احنا فين من الدوري الممتاز لكرة السلة المصري، عشان حتى لا يختلط على البعض الامور، لا تختلط الامور على البعض. يعني هم لسه واقفين بيصلحوا في السال اللقاء متوقف، وطبعا لعيبه الاهلي بتسخن، وانا مش شايف حد من لعيبه الزمالك بيسخن، وكورته برضه لالتقاط الانفاس. وزي ما قلنا بنتمنى طبعا لفريق الاهلي والاتحاد والجزيره في البطوله العربيه كل التوفيق اللي هتقام في الامارات، وبنتمنى ايضا لفرق السيدات الاهلي وسبورتنج والصيد التوفيق في الامارات. اذا قلنا ان الموقف تحت بعد ما قلنا ان المقاولين بينفرد بصداره الخمسه اللي تحت، بنجد ان طنطا بيمر بمرحله تجديد بعد خروج احمد الجزار ومحمد الجزار وانتقالهم لصفوف نادي الاتحاد السكندري، ودخول سري النويهي برضو نجم الفريق فريق الجيش وانتقاله الى فريق الجيش، وزواج نجم الاتحاد السكندري اللي كان منتقل الى صفوف طنطا السنه اللي فاتت زواجه، فبطل او اعتزل كرة السلة. فكل ده بيواجه عمرو عاشور موقف حرج في تجديد دماء الفريق ومحاولة الحفاظ وعدم النزول الى الدرجة الثانية. ولقطة جميلة قوي، وائل بدر قاعد اهو زي طبعا باين على وشه نتيجة المباراة، واشرف توفيق الناحية الثانية في تركيز تام حتى لا يخرج عن تركيزه عن زمام المباراة. الساعة يعني بدأت تتكتب دلوقتي وبدأت ترجع، و72 الأهلي 55 الزمالك، و4 دقائق متبقيين أعزائي المشاهدين من زمن الشوط الثاني والمباراة. والكابتن سلامة جيلاني ورمية حرة إضافية لصالح طارق خيري. والكابتن سلامة اهو بيسلموا الكرة والرمية الحرة الإضافية، وطارق خيري، و17 نقطة فرق لصالح النادي الأهلي، وبيحرز وبيزود الفرق إلى 18 نقطة. وأنا شايف الأهلي بدأ يعدل من تكتيكه الدفاعي إلى زون ديفنس أو دفاع منطقة 1-3-1. شوكت تحت الباسكت ويطلع طبعا سهلة قوي لأن طارق الغنام طبعا 4 أخطاء شخصية. اسلام علي بيعدي من باهي ممدوح، طارق خيري بيعدي وبيطلعها لطارق الغنام لقدار. يا اسلام
مش ممكن اسلام علي النهارده. يعني وائل بدر طبعا سايبه وشايط مستريح وهو عارف التصويت بتاعه. بهي ممدوح بيرد عليه بثلاثه ما بتجيش. وهنا بقى الخبره، طارق خيري وبيهدي فرقته وبيلعب تاني وبيعرف ازاي يهدي فرقته. طارق الغنام وبيلعب الاهلي فريزنج او تجميد للكره، بيلعب فور كورنرز لان طارق الغنام او واقفين كده الاربعه على الاركان. بيطلع لبره لطارق الغنام تاني واقف بره طارق، وبيخش اسلام وبيرتكب معاه باقي ممدوح خطأ شخصي يستوجب رميتين. يستوجب رميه من الحد الجانبي. طارق خيري وخطأ شخصي اخر على باهي ممدوح. يبقى تكتيك الاهلي دلوقتي انه يحاول يوقف الساعه علشان يقدر بعد كده ياخد الكره او يبقى فيه شوتينج من النادي الاهلي. وعمرو صابر وتمريره جانبيه واسلام علي. طارق خيري بيعدي ومخالفه المشي بالكره. ثانيه 7 حسيني سمير تمريره حلوه قوي، برافو يا حسيني. والاهلي يعني سايب الزمالك يحرز عشان يبدا يلعب هو على زمن ال 30 ثانيه، ولازم يعدي قبل ال10 ثواني. وعمرو صابر عدى فعلا وبقت 2 على 1 وقدار لعمرو صابر. يا سلام يا عمرو بخبره، بيرجع طبعا عشان يلعب عشان يستهلك ال 30 ثانيه. طارق خيري وتمريره جانبيه ارضيه حلوه قوي بقدار، لكن يعني فلتت من تحت رجله. الحسيني سمير وطبعا هنا سايب الكرة عشان الكرة الساعة واقفة فيبقى ما يقدرش يمشي. والحسيني سمير بيحرز رمية سلمية، برافو حسيني. وده الفرق ل 76 61. اسلام بيعدي من وائل بدر تاني وبيعدي من الحسيني سمير وبيغير اتجاهاته، وخطأ شخصي على وائل بدر يستوجب رميتين حرتين لصالح اسلام. وقت مستقطع طلبه الكابتن اشرف توفيق. طبعا ذكاء من الكابتن اشرف توفيق انه يطلب وقت مستقطع والله دلوقتي. ليه؟ لان شايف ان الفرق بيقل من 19 نقطه الى 15 نقطه، وشايف استهتار وتهاون في الدفاعات في الثانيه دول بفول باور بقوته. طبعا ايضا النهارده بيغيب هشام ابو سريع نظرا لاصابته في انكل قدمه وسبرين انكل، محتاج كده اسبوع اسبوعين ويخف ان شاء الله، وبنتمنى له برضو السلامه هشام. وطبعا احد الاوراق الرابحه في صفوف نادي الزمالك وكابتن فريقه. اسلام علي والرميه الحره الاولى بيحرزها، برافو يا اسلام. يعني لو الاستاتستكس قدامنا هنا بقى والاحصائيات، انت جايب النهارده مش اقل من 20 نقطه في نادي الزمالك، واحرز الرميه الحره اسلام، برافو يا اسلام. باهي ممدوح وضغط الاهلي مان تو مان بريس فول كورت، يعني بيفاجئ اشرف توفيق، بيفاجئ كابتن عادل انه ما بيلعبش بقى زون او يريح، لا بيلعب مان تو مان وفول باور ديفنس زي ما احنا قلنا. طارق السعيد ورميه سلميه حلوه ما بتجيش، وتمريره وبيعدي الملعب لطارق خيري. وهنا بقى يبدا يلعب في الديفنس بكل قوته، ويبدا هنا يمشي 30 ثانيه في الماتش. طارق خيري يعني ذكاء كويس من اشرف توفيق على فكره في الوقت المستقطع ده، وشوف اهو بيمشي 30 ثانيه ازاي، وباقي له 9 ثواني. وطارق الغنام وهو بيخطف الكرة بيرتكب الخطأ الشخصي الخامس، لان انا كنت قايل قبل كده ان طارق الغنام 4 اخطاء شخصيه، وهو فعلا الحكم او صفاره الملعب بتطلعه. و78 الاهلي 61 الزمالك، 17 نقطه فرق. نقطة فارق لصالح النادي الاهلي، واحرز الرميه دي يبقى 16 نقطة فرق.
طارق السعيد، برافو يا طارق، بيضيع الثانيه، وبرافو يا شوكت، عمل الريباوند حلو قوي. طارق خيري هيطلع الكرة وبصة طويلة، وبرافو يا طارق والله انه قطع الكرة دي. ديفنسيف بالانس واتزان دفاعي، وقام بدور صانع الالعاب. وطارق خيري بيشد 3. هارد لك يا طارق، لكن بيكملها الحسيني سمير حلو قوي. وطبعا هنا الساعة بتقف، لازم الساعة تقف في اخر دقيقتين. اسلام علي بيعدي، وخطأ شخصي على احمد شوكت. 12 بونت فرق، قل الفرق ل 12 نقطة، و78 66. ورميتين حرتين لصالح اسلام علي، و44 ثانية متبقيين من زمن لا ما نقصدش، وضيع الرمية الحرة الثانية. لا يبقى حسدناه بجد بقى. وائل بدر، احمد شوكت، وائل بدر. وائل بدر بيعدي، برافو يا وائل. يا وائل كان يتمنى طبعا ان هي تخش ويصبح له رميه حره اضافيه، لكن ما بتجيش، ويبقى ليه رميتين حرتين. وده يبقى الخطا الشخصي الثالث على ياسر ابو الفتوح. طبعا هنا المفروض اشرف توفيق يبعد عن او يوجه لعيبته ان هم يبعدوا عن الفاول عشان ما يوقفوش الساعه، والعكس بقى في نادي الزمالك انه يقرب من اللعيبه اللي معاها الكره عشان يبدا يعمل فاول ويوقف الساعه ويحرز هو الرميتين، واسلام مثلا او اي لعيب تاني يضيع الرميتين. شادي العوامري بيعدي، شادي وفاول فاصل خضار لاسلام، وبيمشي بقى اهو بعد فعلا عن الفاول وفاتح فور كورنر وبيشوط ب3، لكن فضل ان هو بيمرر لقدار. وبرافو يا طارق، لماها حلوه قوي، وتمريره لوائل بدر، وباسكت ب3 و15 ثانيه باقيه، وبيعدي ويمسكه في اخر 11 ثانيه. 78 71، 7 نقط فرق و11 ثانيه متبقيين. لكن طبعا خطأ شخصي على وائل عشان يوقف الساعة، وطارق خيري بيساعد في نجاح خطة نادي الزمالك، وبيحرز الرمية الحرة الثانية و10 ثواني باقيين. والحسيني سمير، وطبعا مش عايز لعيبة نادي الزمالك اللي يشوط ب3، لكن باقي موضوع بيشوط ب3 ما بتلمسش حاجة، وبيطلعها تاني لشوكت، وبينتهي اللقاء اعزائي المشاهدين بفوز النادي الاهلي 79-71. بكده يبقى الف مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لنادي الزمالك. رصيد النادي الاهلي ارتفع الى 20 نقطة، يحتل بهم صدارة الدوري الممتاز حتى الآن منفردا، ورصيد نادي الزمالك يرتفع أيضا إلى 19 نقطة، نظرا لأن المهزوم بياخد نقطة. أعزائي المشاهدين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم باللقاء، وسعدنا معكم أنا وزميلي المخرج ماهر تلمة، وكان معكم وليد أبو سريع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عاملين حسابها، خاصة ان هي كسبتنا عندنا يعني الماتش اللي فات، فالماتش بالنسبة لنا ده يعتبر حياة وموت، يعني ان يفرقنا نقطة بالدوري، وان احنا الماتش جاي يبقى عندنا، فربنا يسهل، احنا مستعدين كويس يعني. الكابتن وائل بدر، بنقول النهارده المباراة اكيد ليها استعدادات خاصة بيها، فانتوا نازلين المباراة ومصممين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن انا بقول لسه الدوري في الملعب، ولسه الدوري طويل، لسه اللاعب النادي الاهلي كمان يعني كمان 4 ماتشات، فلسه الدوري كمان مش هنحدد بالماتش ده، بس يعني يمكن بنقول الماتش ده مهم عشان اللي هيكسب النهارده هيركب الدوري يبقى اول هو الدوري، فهيفرق معاه بس في الماتش ده بس مش اكتر. كابتن طارق خيري، بنقول ان البلاي ميكر بيبقى عليه عبء كبير جدا في المباراة، فقول لي انت ناوي تعمل ايه ان شاء الله وناوي تأدي ازاي؟
هو الحمد لله ربنا كرمني في كام المباراه الاخيره ديت وموفق فرقتي بدرجه كبيره قوي. انا كل اللي انا عامله لامم الفرقه، محسسهم ان الماتش ده ماتش عادي، مش زي كل ماتش يعني ما يبقاش فيه تنشن زياده، يلعبوا ان هو ماتش عادي عشان كل واحد يطلع اللي عنده من غير اعصاب مجهوده. انا مزعلني مش عارف يعني مش مستاهل اي حاجه. المفروض ان يبقى في روح رياضيه بين الفرقتين. المفروض انا زعلان من الفاظ القتال. مساء الخير يا كابتن النور. انت قاعد مريح ليه قبل المباراه؟ لا مفيش لحظات تركيز كده. مركز في المباراه. ها النهارده وانتوا نازلين المباراه ومباراه فاصله هتحدد الى حد كبير الفائز ببطوله الدوري العام، نازلين ومصممين على ايه؟ طبعا يعني هو النصر طبعا اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا طبعا نازلين عندنا كلنا اصرار على المكسب، والماتش في ملعبنا وزي ما انت شايف الجمهور يعني في الصاله من قبل الماتش بساعه، واحنا يعني عاوزين نبسط الجمهور ده ونخسرش على ارضنا ان شاء الله، ومصممين على المكسب باذن الله. ولاعبي الارتكاز شريف الصناديلي وطارق السعيد من نادي الزمالك اللي بيقابلهم قيدار هنداوي وطارق الغنام. بيحكم لقاء اليوم زي ما احنا شايفين اهو على الشاشه كابتن اشرف توفيق طبعا وكابتن احمد اسماعيل والمدير الفني للنادي الاهلي والمدرب، وتركيز تام في بدايه اللقاء. قيدار هنداوي وابتدى اللقاء دلوقتي من ثواني. عمرو صابر، طارق الغنام، وطارق بيطلع يحط فوق ويتعمل له بلوك حلو قوي من طارق السعيد، وبتطلع كرة اوت لصالح النادي الاهلي. عمرو صابر، طارق الغنام تاني، واللعب انسايد جيم للنادي الاهلي، لكن الكرة اتخطفت من طارق لوائل بدر اللي بينظم فرقته، ودي لهيثم السعيد. هيثم السعيد وبيشاور برقم الخطة. شريف الصناديلي، الحسيني سمير، لهيثم السعيد تحت الباسكت واخد مهام لعيب الارتكاز وبيلف ويرتكز فوق. يا سلام يا هيثم، اول رمية ثنائية من هيثم السعيد يتقدم بها نادي الزمالك. شد وما بتجيش، قيدار هنداوي يلم الكرة. عمرو صابر يشاور برقم الخطة ونظم فرقته تاني. قيدار، طارق خيري، طارق الغنام يلف ويطلع. يا سلام يا طارق، اذا كان مره والثانيه واتعمل له بلوك، لكن المره الثالثه فدى الكلام ده وحط الكره سيمي هوك او نص خطافيه كده جوه الباسكت عشان يحرز بيها اول تعادل في لقاء النهارده. شريف الصناديلي والحسيني سمير وفريق الاهلي والزمالك الاثنين بيلعبوا مان تو مان بريس من نص الملعب او دفاع رجل لرجل من نص الملعب، وتمريره رائعه من الحسيني سمير لطارق السعيد اللي لم يتوانى. اهي بص الكره عامله ازاي، واخدها وحاططها وطالع من فوق وبيحطها على طول وبيترجمها ترجمه حقيقيه جوه الباسكت. عمرو صابر. هنشوف لقاء مثير النهارده اعزائي مشاهدي تلفزيون جمهوريه مصر العربيه، لن يتوقع نتيجته احد في هذه الصاله ولا من الساده المشاهدين حتى نهايه المباراه. زي ما احنا شايفين الماتش باسكت. احمد شوكت، وائل بدر، هيثم السعيد، والاهلي لسه بيلعب دفاع رجل لرجل او المان تو مان. وائل بدر هيدي لشوكت تحت الباسكت، بيدي شوكت فعلا ويلعب انسايد جيم وبيطلع يشوط شوكت ما بتجيش، ويلم هيثم السعيد لكن عايز يحطها من اول مره ما بتجيش، وبالمره تشبع في خطا سيب رميتين حرتين لصالح هيثم السعيد. 16 الاهلي 12 الزمالك و9 دقائق و25 ثانيه متبقيين، وهيثم السعيد للمره الثانيه بيضيع الرميه الحره الاولى. طبعا هيثم لعيب دولي وبيضيع الرميه الحره الثانيه، يعني لسه يمكن ما ظبطش العمليه شويه او ما ركزش، لكن احنا عارفين طبعا ان هيثم نجم من نجوم نادي الزمالك واحد اوراقه الرابحه. قيدار هنداوي، عمرو صابر اللي بيحجز له طارق الغنام، طارق خيري، قيدار هنداوي اللي بيطلع ويشوط باثنين ما بتجيش، يلم الحسيني سمير لوائل بدر والهجوم الخاطف وبياخدوا كده واحده. يا سلام يا وائل، عمل واحده سلميه حلوه قوي، وبيعمل الاهلي دفاع ضاغط دلوقتي زون بريس في طول الملعب. 2-2-1 هيثم
السعيد ورجع من الزون بريس الى مان تو مان، الى دفاع رجل لرجل. هيثم السعيد ومحاوله عن